السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم طاجين معتبر ديال الكفتة السردين، كيجي زوين بزاف وسهل في التحضير. كنتمنى تشاهدوا الفيديو للاخير. الى عجبكم من طبيعه الحال ما تنساوش تخلوا لي لايك وكومونتير باش هكا كتشجعوني. وكنتمنى من الناس اللي ما دخلتش عندهم او ما كندخلش عندهم بزاف ما تقلقوش مني، ماشي ما بغيتش ندخل عندكم، غير كتبقى على حسب الوقت وصافي، لانني مضغوطه شويه ويدي بوحديتي. كنتمنى تسمحوا لي وما تقلقوش مني. غادي ندخل عندكم ان شاء الله كاملين واحد بواحد، والله يسهل لكم ويسر الجميع ان شاء الله. اسمحوا لي الا طولت عليكم في الفيديو. ونبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها هنا، عندي السردين اللي غسلتو وحيدتلو السلسول، حيدتلو الشوك وديك الجليده اللي كتكون عندو ديك الجليده الكحله، نقيتو مزيان ودرتو في هاد الشبيكه، خليتو كيتقطر مزيان من داك الماء اللي فيه حتى ما كتبقى فيه حتى شي نقطه ديال الماء. غادي ناخذ هنايا هاد الطحانه باش غادي نطحنو. خديت انا هاد الهاشوار، الا ما عندكمش ديروا ديك الطحانه ديال مطيشه. صافي غادي ندير فيها هاد السردين، غادي نضيف له الثومه تقريبا واحد 2 ديال الفصوص يكونوا كبار، وكنضيف قزبر ومعدنوس. انا كنطحن معاه كلشي، التوابل كاملين كندير كلشي في دقه. غادي نضيف هنايا خرقوم بلدي معلقه صغيره، وراس معلقه ديال الابزار، معلقه ديال فلفله حمراء تحميره، كمون كيف ما كنعرفوا ضروري في الحوت، شويه ديال الملح، غير شويه لان مازال غادي ندير الملح في لاصوص. صافي غادي نطحن كلشي. نتوما كيف ما كتشوفوا راه تطحن مزيان. ودابا غادي نبدا نشكل كويرات، درتهم شويه الحجم ديالهم كبار. نتوما كيف ما كتشوفوا راه الكفته ديال السردين ما كتلصق لي في يديا ما حتى شي حاجه، لان الحوت ناشف مزيان من الماء، فاش كيكون مازال فيه الماء كيتلصق. هانتوما شفتوا ما كيتلصق ما حتى شي حاجه. صافي غادي نكمل الكويرات ديال الكفته، غادي ندوز باش ندير لاصوص ديال مطيشه. غادي نطيبو في الطاجين، درت شويه ديال الزيت وحكيت 4 ديال المطيشه، كنضيف ليهم حتى هما نفس التوابل. كنضيف ديك الثومه اللي بقات ليا من الكفته ديال السردين، قسمتها على 2، ضفت شويه في السردين وشويه في مطيشه. غادي ندير قزبر ومعدنوس، غادي ندير غير شويه ونخليه حتى الاخر ونضيفو باش كيبقى ديك المذاق ديالو. الوراق ديال سيدنا موسى، واحد 2 وريقات، وكنضيف البزار. الا كتبغيو الحار تقدروا تضيفوه، راه كيجي زوين. انا صراحه كنبغي الحار، ولكن على حساب الوليدات ما كنبغيش نديرو، مره وصافي. كيف ما شفتوا ضفت نفس التوابل،
معلقه ديال الخرقوم بلدي، الكمون، التحميره، وضفت شويه ديال قزبر يابس مطحون وشويه ديال الملحه. صافي كنحرك الطويجين ديالي وكنغطي عليه وكنخلي ديك المطيشه كتشحر مزيان. دغيا كيطيب، ما كياخذش بزاف ديال الوقت. كفته راه دغيا، مطيشه حتى هي. انا بغيت نوريكم واحد الحمامه جات، ماشي حمامه، هذيك اليمامه جات عندي للشرجم ديال الكوزينه وصوبت العش ديالها. هانتوما شوفوا، حطيت ليها شويه ديال الماء، ما بغيتش نحيدها مسكينه من تما خليتها. دارت واحد البيضه تما راه قارقه عليها تما كاينه. بصراحه تما كاينه الشرجم صغير، ولكن ما بغيتش، قلت خليها تما كاينه حتى تمشي لراسها. ودابا غادي نحل على الطاجين نحركو. غادي نضيف له شويه ديال المطيشه. انا درت هنايا اولا. الا عندكم مطيشه ديال الحك ديروها، راه كتجي زوينه، كتعطيها شويه ديال التعليكه. انا ما بقاتش ليا، درت غير هاد اولا. ديروا غير واحد المعلقه صغيره، خفوها بشويه ديال الماء وضيفوها، كتختر لاصوص كتجي زوينه. صافي غادي نستف هاد الكويرات ديال الكفته في الطاجين. غادي نزيد عليه شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي خليت قبيله، ونغطي عليه ونخليه يطيب. كيف ما قلت لكم راه ما كياخذش بزاف ديال الوقت، دغيا كيطيب. وهنايا الطويجين ها هو طاب كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف له شويه ديال الفلفله مشويه، انا كتعجبني الفلفله مشويه، كتجي زوينه. كنخلي فيه انا شويه ديال لاصوص. وكنزيد معاه شويه ديال الزيتون. زيدوا معاه طريفات ديال الحامض، زيود ديال الحاره كيجي زوين. انا ما توفراتش ليا. وهكا كيكون الطويجين ديال اليوم اللي شاركت معكم واجد. كيجي زوين البنات، كيجي معتبر وكيجي لذيذ ومعلك. كنتمنى فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونكون فدتكم بطبيعه الحال ولو غير فكره شنو ديروا اليوم اولا غدا. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المتابعه ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير. وخليتكم على خير، ونتلاقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.